السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. النهاردة بناخدكم في الجزء الثاني في جولتنا على بحر اسكندرية. زي ما عملنا معاكم الجزء الأول، عدينا دلوقتي على شارع سوريا وشارع المعسكر الروماني. دلوقتي احنا فوق كوبري سيدي جابر. تمام، تعالوا نكمل بقى جولتنا ونتكلم على المناطق على طريق البحر. طبعا جولتنا دي كانت بناء على رغبة بعض متابعينا الكرام، عايزين يعرفوا المناطق في اسكندرية. كده مستشفى مصطفى كامل العسكري، وهنا عندنا مجموعة كافيهات جوه مجمع اسمه زووب. دي كافيهات على البحر، وفي هنا السيرك الإيطالي. الناس اللي بتحب تستمتع بالقعدة على البحر ممكن تيجي تقعد في مجمع الكافيهات اللي هنا. عندنا برضو كافيهات على البحر هنا زي ويف. احنا كده داخلين على كليوباترا، او احنا هنا دلوقتي في كليوباترا. تمام، دي منطقة كليوباترا. طبعا دي موازي ليها طريق او ترام الرمل، هو ممكن تركب الترام تتفسح برضو من اول ما نمسك محطة الرمل لغاية فيكتوريا. تمام، كده احنا خلصنا كليوباترا وداخلين على سبورتنج. ادي معانا سبورتنج، دي يعتبر فيها النادي الاشهر، بس جوه مش على البحر، هنا جوه تعتبر عند الترام النادي الاشهر في اسكندريه. طبعا عندنا 3 نوادي، الاتحاد وسموحه وسبورتنج. المنطقه اللي احنا فيها دي سبورتنج، دي موجود فيها النادي بتاع سبورتنج على الترام. تمام، كده خلصنا سبورتنج وداخلين على الابراهيميه. الابراهيميه يعني شارع الليجاتيه، من اشهر برضو الشوارع والاسواق في اسكندريه. كانت زمان مكان راقي يجمع معظم الاجانب من اليونانيين والايطاليين والناس الاجانب اللي كانت موجوده في الوقت ده، فكلهم كانوا بيحبوا يعني يسكنوا في الابراهيميه او ما حول الابراهيميه يعني. تمام، احنا هنا في كامب شيزار. داخلين دلوقتي على الشاطبي، وهنا الشاطبي فيها حاجات كتير. يعني مثلا عندنا مسرح بيرم التونسي، من المسارح الشهيرة في اسكندرية، كان بيتعمل عليها بعض المسرحيات. تمام، لكن حاليا دلوقتي يعني بقى يعني العروض الثقافية او الندوات والكلام ده، المسارح ما بقتش زي الاول يعني. تمام، كده احنا هنا في الشاطبي، ده كازينو الشاطبي على يمنا. ما زلنا برضو في الشاطبي. عندنا مبنى الجامعة، مبنى جامعة اسكندرية، ده تم بناؤه في عهد الملك فاروق. تمام، عندنا برضو مستشفى الشاطبي، دي مستشفى الولادة. طبعا من اشهر حاجة في اسكندرية هي مكتبة اسكندرية اللي على شمالنا دي. تمام، وده تمثال عروس البحر
قدام مكتبة اسكندرية. تمام كده احنا دخلنا على منطقة الأزاريطة. ده اسم يعتبر اسم تقريبا فرنساوي معنى الأزاريطة. عندنا برضو هنا حاجات شهيرة زي المجمع أو شارع سوتر، مجمع الكليات اللي بيضم كليات زي تجارة وآداب وحقوق. داخلين دلوقتي على محطة الرمل، أو مش محطة الرمل، على القائد إبراهيم الأول من أشهر المساجد في اسكندرية. القائد إبراهيم، وده على اسم إبراهيم باشا ابن محمد علي القائد الشهير. في عندنا هنا برضو مركز الصحة العالمي اللي اتسمى بعد كده مركز صحة المرأة. عندنا هنا برضو مجموعة عمارات اتبنت زمان بطراز مميز. هنا يعتبر وسط البلد محطة الرمل مكان الفسح، وهنا حديقة سعد زغلول تمثاله الشهير. عندنا فندق سيسل. تمام. فهنا محطة الرمل تعتبر وسط البلد، ده المكان الأشهر للفسح. يمكن بعض الأماكن أخذت الأضواء من محطة الرمل، لكن كانت وما زالت محطة الرمل من الأماكن الشهيرة في اسكندرية للفسح والتنزه فيها. تمام. سواء حديقة سعد زغلول أو السينمات اللي موجودة زي سينما مترو وسينما رويال وفريال وأمير، ومجموعة سينمات كانت موجودة، كانت أشهر أماكن الفسح هنا في محطة الرمل. هنا عندنا القنصلية الفرنسية، وعندنا كمان النصب التذكاري للجندي المجهول. احنا كده وصلنا المنشية. المنشية تعتبر مكان كده، لو الناس عارفة القاهرة طبعا دي حاجة زي العتبة، دي فيها كل حاجة المنشية. تمام. عايز تجيب اي حاجة، ادوات مكتبية، لعب اطفال، ادوات منزلية، هتلاقي معظم الحاجات هنا باسعار اقل طبعا من اسعار الاسواق العادية، لانها تعتبر اسواق جملة. تمام. فدي منطقة المنشية. عندنا برضو هنا مجمع المحاكم ومحكمة اسكندرية الابتدائية، من أقدم المحاكم برضو. عندنا هنا حاجات كتيرة في المنشية موجودة. تمام. مجمع المبنى الطويل ده هو مجمع المحاكم، وبعد كده المبنى بتاع النيابة العامة، وبعد كده هندخل على شارع اسماعيل صبري او شارع قهوة فاروق زي ما بيقولوا. الشارع بتاع اسماعيل صبري ده او شارع قهوة فاروق ده ده المكان، او ده كان فيه مكان قهوة كان صاحبتها سيدة يونانية. المكان ده يعني مكان يعتبر قريب للبحر، فكان لما بيعدي الملك فاروق بالموكب بتاعه، او بيعدي يعني رايح راس التين او راجع راس التين او رايح المنتزه او الكلام ده،
فبيعدي طبعا على طريق البحر زي ما احنا ماشيين كده. فيقال ان هي دعته لشرب فنجان قهوة، فلبى الطلب ونزل شرب القهوة، وتسمى المكان من ساعتها باسم الملك فاروق او قهوة الملك فاروق. واتحط صوره موجودة للآن جوه القهوة دي، موجود حتى الآن الصور دي موجودة. مازال صاحب القهوة الحالي يحتفظ بيها، وكان ليه ركن اسمه ركن فاروق جوه القهوة. تمام. لو زرتوا اسكندرية وزرتوا القهوة دي ممكن تتفرجوا على الركن ده والصور اللي موجودة جوه. تمام. هي هنا قهوة فاروق، الشارع اللي على شمالنا هنا. تمام. ده الشارع اللي على شمالنا هنا قهوة فاروق. بعد كده هنكمل، يعتبر ان احنا كده في منطقة بحري، ودي مبنى ده مستشفى الملكة نازلة او مستشفى الأنفوشي اللي هو الملكة نازلي ام الملك فاروق. هنا برضو عندنا جامع ابو العباس على شمالنا عدى. احنا هنا في منطقة بحري اهو، وادي معانا القلعة بتاعت قايتباي. تعالوا برضو نصور لكم عند القلعة. هنا جامع الصيادين. تمام. وتعالوا نشوف جولتنا هتودينا لفين. تعالوا نشوف القلعة معاكم، وفي ممشى جديد اتعمل في القلعة، تعالوا نشوفه برضو معاكم. انتظروا معانا ونشوف معاكم القلعة من جوه. طبعا هنا بيتم عمل ترميم دلوقتي للقلعة زي ما احنا شايفين. تمام. وفي كمان لسان اتعمل هنا زي ما احنا شايفين اهو، كوبري اتعمل ومعاه لسان لحماية القلعة من النحر ومن الأمواج. تمام. اتعمل اللسان ده أو الكوبري عشان يحمي القلعة من السقوط. تمام. وادي معاكم قلعة قايتباي. يقال انها اتبنت على اطلال فنار فارس القديم اللي اتبنى في عهد اسكندر الاكبر، اللي كان عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، لكن انهار يقال بسبب زلزال، واتبنت على انقاضه قلعة قايتباي اللي كانت حصن منيع لسواحل اسكندرية. وبكده تكون انتهت جولتنا على بحر اسكندرية. نتمنى نكون قدمنا لكم حاجة جديدة ومكان جديد وجولة جديدة ومعلومات جديدة. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.
من فيديوهات قناتكم معلومة ريفيو. معاكم حسن أحمد، نشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.